إيه اللي بيحصل يا زمالك؟ ايه اللي بيحصل بس؟ لعيبة الزمالك وبرميل الطرش اللي واقف على الخط، المدرب المهزأ الفاشل البليد، مكملين في مسلسل حرق دم جماهير الزمالك وقيادة مجلس المهرجين اللي أي مجلس إدارة عمارة في حي شرق مدينة نصر هيبقى برقبته. التشكيله الاساسيه فيها لعيبه كتير قوي اول مره تلعب، مش بس مجرد اول مره تلعب مع بعض. ربنا يكرم، ربنا يكرم. كعادة الزمالك الموسم ده مع المدرب المهزأ ده بداية حماسية، بس المرة دي تغييرات كتير في التشكيل الأساسي وبتوصل رغم حالتك السيئة، لأنك ومع كامل احترامي بتلعب فرقة مش موجودة أصلا، بيدربهم مدرب هو الأشهر في عالم النكت والميمز. في المقابل جمهور مش عارف يحاسب اللعيب شوية بسبب إن المدرب اللي ماسكهم ما يعرفش الكرة فيها كام بلف، أو حتى مجلس الإدارة اللي سندوتش طعمية محشية على بابا غنوج من عم بشندي أفيد منهم. بصلي كده بص على المحترفين، من أول المهاجم الأطبش سيف الخنزيري، مرورا بشبيه رافائيل لياو اللي جاي يلعب على التيك توك، لحد الكابتن محمود بنتايج اللي بيقدم موسم كروي داعر ما يستحقش يقبض فيه بالين الكيني حتى مش بالدولار. وانت يا عم الدايركتور، يا عم الفنان ادوارد، انت لو ما مشيتش صنايعي اتصل اللي انت ممسكه الفرقة ده خده واتكل على الله، بدل ما اجي اعمل لك ليندا ليندا انا والرجالة في المقصورة وهنقلبها لكم سيرك. عموما الامل الوحيد فيما تبقى من الموسم ده كالعادة موجود في المدرجات. لو وصلت لحد هنا شكرا، ما تنساش تعمل فولو ولايك وشير وسبسكرايب، فعل زر الجرس. سلام. ايه سر الجرس اللي انا قلتها؟